الحسن الشرعي إطار مجلس عمالة مراكش، مصلحة التنمية الاجتماعية والمجالية. بالنسبة للورش الذي نتواجد به وهو ورش صيانة وتزيين المؤسسات التعليمية بمجال عمالة مراكش. هذا الورش يندرج ضمن برنامج أوراش كبرى وصغرى مؤقتة برسم سنة 22 بعمالة مراكش. كيف جاء هذا الورش عبر مراحل متعددة. أول مرحلة هي كانت الإعلان في شهر غشت بنفس السنة 2022، والذي ضمن عدة أوراش، من بينها هذا الورش اللي هو ورش صيانة وتزيين المؤسسات التعليمية بعمالة مراكش. تم انتقاء الجمعية التي تشرف على هذا الورش عبر لجنة تقنية، والتي درست جميع الملفات للجمعيات التي تقدمت لهذا الورش، حيث تم تنقيط هذه الجمعية كجمعية لها مؤهلات ومستوى في التسيير والتسيير المالي والإداري للجمعية، من خلال أيضا البرامج التي ساهمت فيها. جمعية أولاد الخير للتنمية الاجتماعية، الجمعية نالت شرف الإشراف أو تأطير هذا الورش الذي سيقوم بتزيين وصيانة 34 مؤسسة على صعيد عمالة مراكش، وذلك في ظرف 4 أشهر. الأجراء الذين سيستفيدون من هذا الورش هو عددهم 90 أجير، هم عبر عملية انتقاء تم الإعلان عنها من طرف الجمعية، خاصة الجمعية والتي أشرفت على هذا الانتقاء وفرت 90 أجير من شباب. الهدف من هذا الورش هو إدماجهم في سوق الشغل عبر هذه العملية. الانطلاقة ديال هذا الورش تهم هاد 90 أجير، وتم توزيعهم عبر هاد 4 المؤسسات، وسيتم خلال الأشهر القادمة يعني تنقل من مؤسسة إلى مؤسسة حتى تكتمل العدد 34 الذي سطر من طرف المديرية الإقليمية للتربية والتعليم. أذكر بأن هذا الورش تم الانخراط فيه من طرف جميع الشركاء ديال هذا المجلس عمالة مراكش، من بينها القطاع الوصي وهو قطاع التربية والتكوين، التعليم الأولي والرياضة، وكذلك الجمعية كشريك أول، والتي تعتبر المشغل لهذه الفئة. أما مجلس العمالة فهو يحرص على يعني استمرارية هذا الورش من الناحية الإدارية، حيث سيمنح منحة للتأطير ستستفيد منها الجمعية. إذن الكل سيساهم في إنجاح هذه الأوراش، وليس ورش تزيين المؤسسات والصيانة، بل هناك أوراش من بينها الدعم المدرسي بالإعداديات، بالثانويات الإعداديات والثانويات التأهيلية، وكذا هناك أوراش لصيانة المقابر، ويعني الأوراش متعددة تتمثل في تقريبا 21 ورش ضمن هذا الشطر الأول. وهناك شطر ثاني ستعمل الجمعيات المنتقات على الإشراف عليه في يعني في وقت لاحق بعد الانتهاء من كل التدابير الإدارية التي تستوجب الوقوف على هذه الأوراش. إذن أتمنى التوفيق للجميع، وأن نكون مساهمين في هذه البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى إدماج الشباب في سوق الشغل.
عبد اللطيف برماكي رئيس جمعية ولاد الخير العملية الاجتماعية. الحمد لله يعني كنتواجدوا في مؤسسة دار السلام، يعني الابتدائية ديال دار السلام اللي تابعة لجامعة السعادة. الحمد لله يعني جمعية ولاد الخير يعني تختارت هي يعني الجمعية في أورش، مشروع أورش اختارت هي اللي شادة يعني المؤسسات التعليمية، تزيين والإصلاح ديال المؤسسات التعليمية. يعني والصراحه يعني الجمعيه والاخوان اللي تكلفوا بهذه المساله ديال اورش، اللي شدوا اللجنه ديال التتبع، قاموا بواحد المجهود كبير الحمد لله، لان كاين عندنا 34 مؤسسه اللي تعطاتنا باش نساليوها يعني في هذا الظرف ديال 4 شهور. وكانت يعني عندنا 90 اجير يعني اللي غيستافدوا من هذا المشروع ديال اورش من جمعيه ولاد الخير العمليه الاجتماعيه. والحمد لله يعني توفقنا باش نجمعوا 90 اجير، يعني وفقا للقوانين اللي حاطه يعني العمالات مراكش، وكذلك بشراكه مع المديريه الاقليميه للتربيه والتكوين هنا في مدينه مراكش. الحمد لله يعني بدينا دابا خدامين يعني لي جروب، قسمنا ديك 90 واحد على 4 ديال لي جروب، وخدامين يعني الجروب الاول هو هذا اللي خدام هنا في دار السلام، والاخوان راه تيديروا مجهودات ديالهم. وكذلك يعني كنشكروا جمعيه الاباء اللي حتى هي يعني وفرت الحاجيات لهذا الفريق هذا باش يقوم بواحد يعني واحد الجداريات، واحد الجماليه، عطاو واحد الجماليه لهذه المؤسسه يعني كي تشوفوا. والحمد لله نتمنوا نتوفقوا في هذا، ونكون عند حسن الظن لا ديال جمعيه الاباء ولا المؤسسه ديال دار السلام، وكذلك العماله حتى هي والمديريه الاقليميه ديال التربيه والتكوين في هذا المشروع هذا ديال اورش ان شاء الله. السلام عليكم، سعدوني وسام، عضوه في جمعيه ولاد الخير. كنخدم كمتطوعه في الجمعيه. ديجا عندنا خدمه مدارس في سميتو في البوادي وفي وسط المدينه وفي البوادي كنا كنخدموا كمتطوعين. ودابا جينا خدمنا في مشروع اورش. كنصوبوا نزينوا المدارس ديال الدوله. واحد الاحساس، واحد الشعور زوين، كاننا كنخدموا لوليداتنا، لان بالنسبه ملي كتحط واحد الجداريه وكترسم فيها وكيجي واحد الطفل وكيعجبو الحال، كتحس بفخر واعتزاز وكتفرح انت اصلا، عاد كتفرح دوك الوليدات كاملين. كنفرحوهم دائما حنا. هذه هو الخدمه ديالنا بزاف الجداريات. هذيك كتخدمها انت بالقلب ديالك، يعني تتحس براسك بانك كتخدم لراسك، ومهما كتخدم واحد الجداريه وانت راضي عليها الا وراه كتعجبك انت عاد باش كتعجب الناس، يعني كتكون راضي على ديك. وهذيك كنخدموا حنا باحساس اصلا، حتى شي جداريه ما كنحطوها حتى تتعجبنا حنا وكنرسموها عاد حنا حتى ما عجبتناش نوليو نعاودوها، ما عندناش مشكل. تكون خارجه من القلب، شي حاجه تكون خارجه من القلب. الرحيم. شرفي سعيد عن اللجنه ديال جمعيه الاباء واولياء التلاميذ، اللجنه المؤقته. في هذا الاطار هذا كان نهو هذا العمل هذا اللي ديال الاوراش اللي نظمته مجلس العماله. وهاد الاخوه الله يجازيهم بخير داروا معنا هذه البادره على اساس انه نديروا مساله ديال الصباغه ديال الجداريات، ومساله ديال التشجير والتزيين ديال المؤسسه. دونك هذا العمل هذا اللي قمت به بطبيعه الحال كورش ديال الحكومه. حنا كاعضاء اللجنه ديال جمعيه الاباء المؤقته حاولنا نحرصوا على هذه المساله هذه من اجل انجاح هذا الورش هذا. والحمد لله هاد الاخوان ديال جمعيه الخير الحمد لله استجبوا لهذه البادره هذه، والحمد لله راه حاولنا كممثلين ديال الاباء اننا نوفروا لهم ترونسبور، والله يجازي بهم الاخ سي الحبابي الله يجازيه بخير مشكور. وكذلك حتى المساله ديال المواد الاوليه، والحمد لله راه هذا العمل هو كيبان راه عطى الثمار ديالو. وفرحنا حتى كذلك حتى بهذه المساله ديال الزياره الميدانيه اللي قام بها السيد المدير الاقليمي مشكور، وكذلك الناس الممثلين ديال العماله سيدي حسن الله يجازيه بخير مشكور، الدكتور حسن، وكذلك السيد رئيس الجماعه السي عبد الرحيم العميم والاعضاء ديالو والممثلين ديال جماعه السعاده. الحمد لله هذا اللقاء راه داز مزيان، وحاولنا اننا نطرحوا مجموعه من الاكراهات اللي كتعاني منها المؤسسه. والحمد لله السيد المدير الاقليمي راه استجبنا لبعض الطلبات
الله يجزيه بخير، على اساس انه تم البرمجه ديال مجموعه من المسائل كالاقسام الاوليه. وكذلك كان الحضور ديال الاباء حتى هما مشكورين على هذه المساهمات ديالهم اللي داروا معنا، الله يجزيهم بخير. يعني الحمد لله وقت ما طلبنا منهم شي مساله راه كيلبيو لنا هذه المساله كل شيء بطبيعه الحال صالح المؤسسه. وحنا كذلك حتى الاطار التربوي والاطار الاداري حتى هما راه تيتعاونوا معنا، الله يجزيهم بخير، السيد المدير ولا الساده الاساتذه. والحمد لله حنا كنتعاونوا كجمعيه وكمجتمع مدني. أنا عضو في اللجنة المشرفة على الأعمال اللي كتقوم بها اللي كيقوموا بها في المدرسة. صراحة ما لاحظنا في هذه الأيام الأخيرة أنه كانت تحسنات بزاف على صعيد الأعمال الاجتماعية، ومن ضمنها هو أنه الآباء وأولياء التلاميذ ساهموا بكثافة في هذه الفترة هذه لتحسين مستوى المؤسسة على صعيد التزيين، بالنسبة للمراحيض، بالنسبة للأقسام. وهذا كله رجع لمؤسسة أوراش، هي اللي كانت يعني قامت بالواجب ديالها بموازاة معنا، يعني تا هما بالاعمال ديالهم قاموا بالاعمال يعني مشرفه للمؤسسه، لدرجه ديال انه كنشوفوا الاباء واولياء التلاميذ تا هما تضامنوا معنا في هذه الفتره هذه، اللي قام بالمؤونه، اللي قام سميتو بالدعم المادي. وهذا كيأكد على انه الناس في هذه المؤسسه متضامنه مزيان. والفضل الكبير كيرجع للمدير المؤسسه اللي قام بالواجب ديالو كمشرف على هذا الورش هذا، بعد انه استدعاء المدير الاقليمي اللي جا شرفنا في هذه المناسبه هذه وحضر هذا الورش هذا وحضر هذه التظاهره، وحفزنا بكلامه اللي تبارك الله يعني كيحسس بالانسان انه عجبو هذا الورش اللي قمنا به. وزاد اكد علينا بانه خصنا نحاولوا انه هذه البديره هذه نحاولوا نقربوا المؤسسات قرب لنا. السلام عليكم ورحمة الله. الاسم عبد الرحمن سيبون، خريط بجمعية أولاد الخير، أعمال اجتماعية ورئيس لجنة الثقافية والرياضية. اليوم كنتواجدوا في دار السلام في إطار مشروع أورش، المشروع الحكومي اللي عطى الانطلاقة ديالو صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله. وبهذه يعني بوز. السلام عليكم، معكم أنس النجدي مستفيد من مشروع أوراش. المهم تنشكروا الجمعيه على قبل هذه الاستفاده اللي داروا معنا، الصراحه استفاده زوينه استفادوا منها الشباب. تنشكروا الجمعيه على حساب الفرصه اللي عطاونا ديال الشغل، وشكرا بزاف. وكاع الشباب راه كنا جالسين الصراحه وتولينا خدامين الحمد لله، وتنتمناو تكون شي فرصه اخرى بحال هذه وتكون الاستمراريه ان شاء الله. وبهذه المناسبه كنبغي يعني نشكر جمعيه اولاد الخير الاعمال الاجتماعيه اللي خرجت في مشروع اوراش صيانه وتزيين المؤسسات التعليميه. جمعيه اولاد الخير يعني كيستافد منها ما يقارب 90 شخص في هذا المشروع. وهذا نداء كنوجهه كذلك المدراء ديال المؤسسات ورؤساء الجمعيات واباء التلاميذ بالمؤسسات باش يعني يحاولوا يوفروا الحاجيات يعني للجمعيات اللي تبناو هذا الورش، ونتمنوا ان شاء الله هذا الورش كذلك يكبر ويستمر ان شاء الله، وهذه فقط بدايه خير ان شاء الله. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله. معكم خديجه العسلي منخرطه في جمعيه ولاد الخير، وكذلك مشرفه على مجموعه من مجموعات مشروع اوراش. حنا كنتواجدوا بمؤسسه دار السلام، الحمد لله قربنا اننا نكملوا. كيف ما كتشوفوا راه تبارك الله المؤسسه راه بانت مجموعه من الجداريات تربويه تعليميه ثقافيه، والحمد لله كنتمنوا اننا نكونوا في المستوى. بالنسبه للاضافه اللي تزادتنا في مشروع اوراش هو انه وفرنا فرص شغل للشباب، حيت قبل كنا كنمشيو اننا نشتغلوا في مؤسسات كمتطوعين،
ولكن الان ولله الحمد يعني وفرنا واحد الفرصه للشغل مجموعه من الشباب اللي عاطلين على العمل. معنا شباب ماشي فقط من مدينه مراكش، جاو عندنا شباب من مدن اخرى مثل اكادير، الدار البيضاء، يعني جاو عندنا دراري من بلايص اخرين الحمد لله وحنا كنشتغلوا. اكيد بطبيعه الحال عندنا عمال، كاينين نجاره، كاين بلومبي، كاين تريسيان، كاين صباغ، كاين رسام، يعني مجموعه من الحرفيين اللي الحمد لله مشتغلين بشكل اللي هو زعما متناسق كفريق. وكنبغي نشكرهم كاملين على انهم سهروا على راحه الفريق، والحمد لله حنا راه كيف ما هما عطاونا حتى حنا راه كنعطيوهم داكشي اللي. شكرا. السلام عليكم، سميتي حمزه الغزلاني، انا مستفيد من برنامج اوراش. كنشكر هاد الناس هذا اللي فتحوا لنا فرصه شغل، وكنتمنوا انه يستمر هذا الشيء هذا، لقينا اعجاب من المدارس. كاع الدراري تقريبا حيت توفرت لهم واحد فرصه شغل، وكاع الدراري فرحانين ومنسجمين مع بعضياتنا، وتم في المدارس عاجبهم الحال وكل شيء مزيان. وبالنسبه للجمعيات اللي تيشرفوا على الجمعيات، الناس ديال الجمعيه كيفاش تيتعاملوا؟ الناس الجمعيه ناس طيبين كرماء، موفرين لنا كل شيء الحمد لله، وموفرين لنا حتى فرصه شغل. كنا قاعدين والحمد لله بعدا وفرنا واحد فرصه شغل، وكنتمنوا انه يستمر هذا الشيء هذا. وشكرا لكم. تحيه طويله للجميع. الاسم كريم عبد الرحيم فوزي، متطوع في جمعيه اولاد الخير. احنا كاين متواجدين في داخل مراكش، خدامين في واحد اوراش اللي منظمه واحد الحكومه. وكما كتشوفوا دابا داخل هذه المؤسسه احنا كنزينوا المدرسه خارج ديال الاقسام وداخل الاقسام، بالرسومات، معبرين الاطفال. والمهمه ديالتي هي اللوجيستيك، انا كننجز الالوان المتطوعين المستفيدين في الاوراش باش انهم يخدموا على الرسومات داخل المدرسه.